ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. تنبيه: الضمة، ما هي الضمة أيها الإخوة؟ واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد، إلا أنه أقصر زمنا. نعيد: الضمة واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد، إلا أنه أقصر زمنا. هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما في الأمر أن الفتحة زمنها قصير، وكذلك الضمة، وكذلك الياء. نرى أيضا على اللوحة أيوة. فعند نطق حرف متحرك نقوم بعملين، هذا أمر هام جدا أرجو أن تنتبهوا له. عند نطق حرف متحرك نقوم بعملين: أولا نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، هذا هام جدا. نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه. وأيضا نرى على اللوحة: ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. يتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. لاحظوا كلمة مباشرة، هذا أمر هام جدا أيها الإخوة. يتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. إذن عندما ننطق مثلا، أريد أن أقول مثلا أنا مثلا سأل سائل بعذاب واقع، أن أقول سأل انظروا سأل أنطق السين ومباشرة بعدها الفتحة، سأل، والهمزة وبعدها الفتحة، واللام وبعدها الفتحة، سأل سائل، ولا أضغط زيادة على السين. مثلا أقول سأل السائل، هذا لا يصح. سأل صار كأنني نطقت سين ساكنة وأتبعتها بسين مفتوحة. المبالغة يعني أمر لا يصح في كل الأشياء. لذلك دائما ينبه أئمتنا أن التلاوة من غير تكلف، من غير تعسف، وإنما يعني ينطقها الإنسان بالتلقائية وبالسهولة. سأل سائل بعذاب واقع، وهكذا نقيس عليها. الحرف المتحرك يخرج من مخرجه الأصلي ويصاحبه مباشرة نطق الحركة التي تتبعه، سواء كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة.